للعمل اللي عملناه الندوة الحوارية الأسبوع الماضي عن الصف السادس عن وطننا العربي. دعونا أعزائي الطلبة والطالبات نتكلم عن حضارة مصر، حضارة شعب. أولا مصر أرض العروبة، مصر أرض الحضارة. دعونا نتذكر حضارتنا وندوة تثقيفية مع طلاب الصف الخامس الابتدائي مدرستنا بيت الرخا رقم 1. هيكلمونا عن مصر بين الماضي والحاضر. هنبتدي، تعالى اتفضل. حياة المصري القديم. كان المصري القديم يعيش في الكهوف، وكان دائم التنقل فوق الهضاب لصيد الحيوانات وجمع الثمار، وعندما نزل إلى وادي النيل تعلم الاستقرار والزراعة وتربية الحيوانات، وابتكر أساليب ري كثيرة ومنها ري الحياض. وكان هناك 3 فصول زراعية: فصل الفيضان وفصل البذر وفصل الحصاد. تمام، دي نبذة مختصرة عن حياة أجدادنا الماضية. ننتقل إلى عصر المملكتين، عصر الصراع الذي حدث في مصر. تفضل يا نجيب. مملكة الشمال، الإقليم، الوجه البحري، العاصمة بوتو، التاج أحمر، المعبود ثعبان الكبرى، الشعار نبات البرد. مملكة الجنوب، الإقليم، الوجه القبلي، العاصمة بوتو، التاج أبيض، المعبود ثعبان أنثى النسر، الشعار زهرة اللوتس. تمام. في الفترة دي أعزائي الطلبة والطالبات كانت مصر مليئة بالصراع بين المملكتين. طبعا هنقول كلمة بس: وحدتنا سر قوتنا. في الفترة دي يا جماعة كانت مصر مليئة بالصراعات. تمام، ننتقل إلى محور آخر. اتفضل. على الموقع الفلكي، موقع مصر بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض ساعد على معرفة المناخ من حيث الحرارة والأمطار والجليد. أدى إلى وقوع مصر بين خطي الطول 25 و 37، ووقوع معظم الأراضي المصرية ضمن إقليم الصحراء الحار، والأطراف الشمالية ضمن إقليم البحر المتوسط المعتدل. تمام، يبقى ربنا أولاه وهبنا بموقع جغرافي متميز بين دول العالم، وده له دور كبير قوي في حياته. نيجي بقى على تعريف الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي هو الموقع المكان بالنسبة لليابس والماء. أهمية الموقع الجغرافي ساعد على سهولة اتصال مصر بدولها تجاريا وحضاريا. تمام، شكرا. نيجي بقى ننتقل، هتقول لنا ايه يا المياه العذبة والمياه المالحة. المياه العذبة في النيل، بتقع فين في البحر؟ في النهر ايه؟ في بحر النيل وفرعين وغيط ورشيد وبحيرة ناصر. تمام، شكرا. ننتقل بقى الى خطوط الطول ودوائر العرض. اتفضلي. خطوط الطول هي أنصاف دوائر رأسية وهمية تصل بين القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. دوائر العرض هي دوائر أفقية غير متساوية في الطول ترسم حول مجسم الكرة الأرضية. تمام، تعالى هتقول لنا ايه في الندوة ديت؟ عايزين نعرف. اتفضل. ماشي، اتفضل. الدلتا هي عبارة عن أرض خصبة. قولي. لا. على شكل ايه؟ مثلث. قولي. شكل مثلث. ماشي، شكرا. نيجي بقى على، اتفضلي يا. كل متر من الشمال بحر متوسط، ومن الشرق بحر احمر، ومن الغرب دولة ليبيا، ومن الجنوب دولة السودان. دي الموقع ايه؟ الجغرافي. تمام. نيجي بقى على الموارد التي وهبها الله لنا سبحانه وتعالى. تعالى. أنواع الموارد: موارد حرة، موارد نادرة، موارد حرة مثل المياه المالحة وأشعة الشمس والهواء. الموارد النادرة مثل المياه العذبة والأراضي الزراعية والمصادر الطاقة. دعونا بقى نحافظ على المصادر الايه الغير متجددة عشان دي بتخلص على طول، زي الحفاظ على المياه وغيرها. تعالى. في مصادر متجددة ومصادر غير متجددة. هي المصادر المتجددة؟ هي المصادر التي لا تنفذ برغم الاستخدام لها.
مثل الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. في مصادر الطاقة غير المتجددة هي المصادر التي تنفذ برغم الاستخدام لها مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي. شكرا. نيجي بقى على عوامل قيام الحضارة المصرية قديما. دي هنختتم بقى العوامل قيام عوامل طبيعية وعوامل بشرية. اتفضل يا نهر النيل ساعد على قيام الحضارة المصرية والزراعة واستقرار مصر القديم. موقع مصر الجغرافي ساعد على سهولة اتصالها بالدول العالم الخارجي وغيرها من الدول واستقرار التجارة. تمام. ومناخ مصر بقى؟ ومناخ مصر كان سببا في الحفاظ على الزراعة وتربية الحيوانات. تمام. نيجي بقى على العوامل البشرية بقى، دي أهم حاجة. اتفضل قولها كده. العوامل البشرية الجيش القوي ساعد على حماية مصر من الأخطار. والوحدة بين المصريين. العوامل الطبيعية إقامة حكومة مركزية ترعى مصالح الشعب. الكفاح المصري أدى إلى ازدهار الحضارة المصرية القديمة. تمام. شكرا يا آلاء. يبقى يا أولاد الخلاصة يجب أن نعتز بتاريخنا وماضينا، ومن ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل. وشكرا لحضرتك.